كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط الأهلي مع منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا. ونشر اتحاد الكرة عبر صفحته على فيسبوك: أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، وسيستكمل اللاعب الأشعة غدا، وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمها. وقد تم التواصل والتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ونظيره في النادي الأهلي. وكتب عاشور عبر حسابه على إنستغرام بعد الإصابة: أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر الخائنين، ومن شر الناظرين. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على كل شيء. شكرا لكل شخص سأل عني ولم أتمكن من الرد عليه. شكرا لكم، وبالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم. الحمد لله. وكان إمام عاشور قد خرج مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف النهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة. وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف النهائي كأس العاصمة في اللقاء الأول لحسام حسن كمدير فني للمنتخب، والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية. وتأهل منتخب مصر للنهائي في انتظار الفائز من لقاء تونس وكرواتيا في ثاني لقاءات نصف النهائي. وستقام المباراة للنهائية يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب.